اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه صابر من قناه ذا بيست فود. تعالوا كده اما اقول لكم ازاي ان احنا نعمل الرز البسمتي. وصل ل 60 و50 جنيه، طبعا كتير جدا، الدنيا غاليه جدا. طب تعالوا نعمل بديل ليه وهيديكي طعم روعه وهيشرفك في العزومات والدنيا تمام زي الفل. اول حاجه عندي انا هجيب بقى معلقه من السمنه القمر بتاعتي. شايفين الترميله يا جماعه؟ روعه خطيره. السمنه اللي انا كنت عاملاها معاكم في القناه من القشطه. تمام. هجيب عندي ب10 جنيه لسان عصفور خلاص. وهجيب عندي بقى ده عبارة عن فلفل حامي وبصلاية، وعندي قرفة خشب، وعندي لومي، وعندي فلفل اسود وملح وكمون وكزبرة، وعندي هنا كمان بهارات كبسة، وعندي كركم، وعندي كاري يعني ما تستخسريش في البهارات. وعندك هنا قرن فلفل رومي متقطع صغير، وعندي هنا جزر انا مفرصاه فروزن لسه منزلاه من الفريزر عادي مش هيقول لا. تعالوا بقى اول حاجه معلقه سمنه حلوه جدا من السمنه الخطيره دي، وتعالوا ننزل عندي باللسان عصفور ونشوف النتيجه. كل اللي انا عملته ان انا سخنت السمنه طبعا، او تحبي تزيد براحتك. السمنه زي ما اقول لك ريحتها روعه. وحطيت كمان رشه الملح اللي كانت في البهارات بتاعتي. طب ليه حطيت الملح؟ الملح بيساعد ان هو يغير لونه ويدي لونه على طول. تمام، ما نفضلش واقفين جنبه يعني فتره كبيره. ايدك بقى على طول فيه لحد كده ما هوريك الدرجه اللي انا عايزه اوصل لها. خليه معاكي يسخن كويس جدا بالمنظر اللي انتوا شايفاه ده. وهبدا انزل بقى عندي بالبصله على البهارات مع اللومي مع كل الحاجات دي كلها، وهقلب كويس جدا زي ما احنا ما شايفين. الله بقى بعد ما سخنتي كل حاجه معاه روعه جدا. هبدا بقى دلوقتي ان انا احط بسم الله الرحمن الرحيم. احط عندي لازم احط ميه مغليه. تمام، بس كده عشان الكاميرا. فبحط قد ايه؟ بحط بقى يعني يغطيه بشويه كمان شويه. تمام. ليه انا بزود الميه بقى؟ علشان خاطر لسان عصفور بياخد ميه اكتر يعني بيتشرب. وهبدا بقى انزل عندي بالجزر اللي هو الفروزن ده، انا بحطه على الوش علشان خاطر يسكر لي الدنيا معايا وبيدي طعم روعه جدا. خلاص بس كده الدنيا تمام معايا زي الفل. اسيبه بقى يغلي غلوه وزي ما انتم ما شايفين، وبعد كده هدي النار عليه لحد ما يتشرب كل الصوص اللي عندي. روعه يا جماعه. كركم بقى مع الكاري مع البهارات الكبسه. بصوا الريحه مش قادره اوصف لكم على الجمال. تعالوا بقى نرفع كده الحله. بسم الله اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. بصوا الجمال، انا لسه ما طفيتش. بصوا بس الجمال، الريحه جباره يا جماعه مش قادره اوصف لكم. الريحه اكتر من روعه. هسيبه برضه دقيقتين كده ما يبقاش فيه بقى ميه خالص، وبعد كده نغرفه بألف هنا وشفا. بجد القرفه، ولو عندك قرفه باودر كمان حطيها وبتدي تستهيل مع الجزر مع الحركات دي. بجد هتنقل يعني، مش هتحسي خالص ان هو لسان عصفور لا خالص. وبجد هيشرفك في العزومات قوي قوي قوي. تعالوا بقى كده نغرفه، نستنى عليه دقيقتين ونغرفه ونقدمه بألف هنا وشفا. بصوا بقى الجمال، انا غرفته وعايزه برضه اوريكم. بصوا لاخر الحله ولا في حاجه لازقه ولا في اي حاجه. بصوا قمر يا جماعه، شايفين؟ بجد بجد يعني حاجه كده اختراع. تعالوا كده بقى نشوف. بصوا الجمال، قدميه بقى مع فراخ، قدميه بقى مع لحمه، قدميه بقى. بصي روعه روعه روعه. ده بذمتك ده يبان ان هو لسان عصفور ولا رز بسمتي. رشه بقى كده من البقدونس، طماطم شيري موجوده برضو في السوق كتير، وادي الفلفل اللي كنا عاملينه واللومي والحركات. بصي حاجه كده، بصي لون الفراخ عامله ازاي. بجد قمر، بجد طبق وهمي يعني. بجد استنوا كده بس ايه اظبط لكم الزوايا. بجد خطير خطير خطير. انا كده بقى وضحت لكم الدنيا. بصي كده لو بصيتي عليه ده تحسي ان هو لسان عصفور ولا رز بسمتي. واتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه بسيطه وسهله وطعمها يجنن يجنن يجنن. انا مش قادره بصراحه ادعم من يقول يلا يا ماما خلصت التصوير عشان ناكل. ايه رايكم بقى في الطعمه دي؟ عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود، وشكرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.